السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. إيه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله جميعا بخير. ومن كتر ما بنشوف اجهزه، من كتر ما بنشوف اختراعات، بقى صعب انك تنبهر بحاجه كده اول ما تشوفها او اول ما تمسكها. بس النهارده معانا استثناء للموضوع ده، معانا حاجه فعليا انا اول ما شفتها انبهرت، واما تمسكها بتنبهر اكتر واكتر كمان. واكيد مش انا لوحدي، كل اللي يشوف الجهاز بصراحه بيحس واو، الجهاز ده شكله مستقبلي جدا. فاستعدوا لحاجه مبهره النهارده يا جماعه. معانا هواوي ميت باد برو 13.2 انش، والجهاز ده جاي يغير فكرتك ونظرتك عن هذه الفئه من الاجهزه. وزي ما قلت لكم من اول نظره، جاهزين؟ بص كده. واو، بصوا يا جماعه، يعني نافذة إلى عالم تاني. الجهاز الشاشة بتاعته شكلها مستحيل. ده طبعا هو وحش هواوي في عالم التابلتس، أقوى تابلت جديد من هواوي. وخليني أقول لكم إن في جوانب كتير في الجهاز ده بتزق التكنولوجيا لقدام. هواوي كويسة أوي في النقطة دي، موضوع الريسيرش والبحث وتقديم حاجات ما شفناهاش قبل كده. وفي حاجات كتير هنا في الجهاز ده. قول لي كده، عمرك شفت جهاز بالمنظر ده؟ الشاشة والبيزلز، لكن مش بس كده، المسكة في الايد لوزن الامكانيات والحاجات الجديدة الغريبة اللي بيقدمها. هي احكي لكم عن الحاجات المبهرة في الجهاز ده. خلينا نبدأ مع التصميم والمسكة في الايد. وفعليا انت محتاج ايد واحدة هنا. الجهاز ده وزنه 580 جرام، واحد من اخف التابلتس بالحجم ده. فعليا ده اخف بحوالي 100 جرام من الايباد برو الكبير. دي حاجة كويسة جدا. الظهر هنا مصنوع من حاجة اسمها جلاس فايبر، مش ازاز، ده فايبرز بتاعت ازاز. بتقلل البصمات بشكل كبير، مش بتعلم على البصمات، وفي نفس الوقت بتخلي الوزن خفيف. السمك هنا كمان يا جماعه مستحيل. الجهاز ده يا جماعه سمكه 5.5 مللي. انا قعدت شويه فعليا اقنع الكاميرا تعمل عليه فوكس. هو فعليا ارفع من القلم اللي بيجي معاه. سمكه غريب هنا، والكومبو ما بين الوزن الخفيف والسمك الرفيع، تحس انك عادي ماسك الجهاز بطرق لطيفه جدا. تقدر تلفه في ايدك كده، مريح جدا جدا. تقدر تستخدمه فتره طويله بايد واحده، مفيش مشكله. الماسكه مريحه والوزن خفيف، لطيف جدا. بس اكيد اكتر حاجه ملفته ومبهره في الميت باد برو هي اكيد الشاشه. الشاشه هنا شكلها رهيب يا جماعه. البيزلز هنا 3.4 مللي، دي ارفع بيزلز على اي تابلت في العالم. وتديك شاشه مغطيه 94% من وش الجهاز، ودي برضو اعلى نسبه على اي تابلت في العالم. شكل الجهاز غريب، يعني تحس ان ماسك شباك زي ما قلت لكم، او ماسك الشاشه، بس مفيش اي حاجه تانية. البوردرز رفيعه بشكل هيستيري هنا. عندك نوتش خفيفه هنا، ودي وظيفتها طبعا الفيس انلوك اللي بيشتغل كويس جدا. بس طبعا مش مؤثره، عشان هي اصلا حتى الجزء بتاع الفيس بتاع النوتش يمكن ارفع من بيزلز تابلتس تانية كتير. عشان يكون عندك سياق للموضوع، ده الايباد برو البيزلز فيه اوريدي كويسه جدا، لكن ده الميت باد برو حجم البيزلز هنا هيستيري. والبيزلز الصغيره دي بتخلي هواوي تقدر تحط شاشه عملاقه هنا 13.2، رقم كبير جدا وتسمعه تتخض، لكن لما تمسك الجهاز ما تحسش ان هو كبير للدرجه. ده بفضل البيزلز الصغيره وبفضل الوزن الخفيف وبفضل كمان الاسبكت ريشيو هنا اللي هو 3:2. الحلو في الموضوع ان الشاشه دي مش مجرد بيزلز رفيعه وخلاص. تقريبا اي حاجه بتحلم بيها كمواصفات في عالم الشاشات هتلاقيها موجوده هنا. الشاشه دي مثلا اوليد، دي حاجه مش كتير خالص بنشوفها في عالم التابلتس. دي كونتراست ريشيو 1 لمليون، بتدعم ال 1 بليون كولر. والالوان هنا دقيقه، مش مجرد الوان مبالغ فيها وحاجات زي كده. هنا عندك بتدعم بي 3 كولر جامد، تقدر فعليا تستخدمه في الشغل وتعديل على صور بشكل دقيق هنا. وفي نفس الوقت كمان الاضاءه بتوصل لحد 1000 نيتس، دي حاجه ممتازه برضو. في الاتش دي ار عندك دعم الاتش دي ار هنا. كل حاجه شكلها رهيب على الشاشه زي ما انتم شايفين، يعني اي حاجه هتشغلها على الشاشه دي شكلها اسطوري بصراحه. وعلى فكره الشاشه هنا سريعه جدا، بفضل انها اوليد فالريسبونس تايم هنا 1 ملي سكند بس. الاستجابه بتاعتها سريعه جدا. التاتش سامبلينج فعليا 360 هرتز. ومش بس كده، الريفريش ريت هنا يا جماعه 144 هرتز، مش 120 حتى، 144 اوليد، خطيره. فالسكرولينج في ويب سايتس، صفحات طويله وما الى ذلك، كل حاجه سلسه جدا. او طبعا تقليب في الهوم سكرينز، كل حاجه هنا سريعه وسلسه جدا جدا. مميزات اضافيه كمان في الشاشه دي انها بتدعم تو فراينلاند اي كير 3. ده يعتبر زي اعلى سيرتيفيكيشن لحمايه العين من التعب عشان بيستخدم الجهاز لفتره طويله. عندك كمان تكنولوجيا اسمها هواوي اكس ترو، دي بتعدل الاضاءه وشكل الفيديوهات والصور اللي بتتفرج عليها حسب الاضاءه اللي حواليك. يعني قاعد في حته ضلمه او قاعد اندور، غير لما تكون قاعد في كافيه او قاعد في الشمس وما الى ذلك، عشان تاخد احسن تجربه. الخلاصه ان الشاشه هنا اسطوريه بصراحه، ودي لوحديها حاجه. تقدر تستخدم التابلت عشان تتفرج على فيديوهات وافلام وما الى ذلك. البدايه من النقطه دي خطيره.
لكن بتكمل كمان مع السماعات. هنا عندك نظام صوتي مذهل، هنا بصراحه مكون من 6 سماعات مالتي درايفر. عندك فتحات موجودين من هنا وفتحات موجودين من هنا، وصوت خطير، الصوت عالي وقوي وفي نسبه بيس محترمه، والسيباريشن كده بتحس باليمين والشمال. ممتاز بصراحه. اتفرج على الفيديوهات، الافلام، نتفليكس والجيمز وما الى ذلك، خطير. فكمالتي ميديا او جهاز كده قاعد بيه على الكنبه وتتفرج على الكونتنت بتاعك، هتكون مبسوط جدا هنا. بس ده طبعا اكيد جهاز برضه تطلع بيه شغل وتسجل بيه ملاحظاتك وتعمل بيه انجاز فعليا لحاجات مفيده. وعندك مجموعه الاكسسوارز اللي هتساعدك جدا في هذا الموضوع، زي طبعا الام بنسل 3، القلم الجديد القادم من هواوي اللي بيدعم تكنولوجيا جديده اسمها نير لينك. دي تكنولوجيا بتخلي الليتنسي اقل بكتير من قبل كده، وبتسمح بتواصل احسن ما بين القلم والتابلت، وفعليا احساسه خطير يا جماعه، احساسه قلم حقيقي. الام بنسل 3 بيدعم درجات ضغط اكتر بكتير من قبل كده عشان يساعدك تعمل خطوط رفيعه جدا او خطوط سميكه، وفعليا درجات الضغط زادت من 4096 ل 10000 درجه، وده رقم مذهل جدا على قلم التابلت. طبعا بيشبك ماجنتيك وبيشحن من الجهاز مباشره، وبيجيلك معاه كمان على فكره تيب غير دي، في واحده مناسبه للرسم اكتر وفي واحده مناسبه للكتابه والنوتس اكتر، بس هو احساسه خطير بصراحه. طبعا اكيد تقدر تستخدم القلم كنافيجيشن في السوفت وير، كل السوايبس والحركات بتشتغل كويس. بيدعم كمان الهوفر، تقرب من حاجه يطلع لك بريفيو عنها، دي حركه لطيفه. في حاجه تانية بصراحه كتير مفيده في القلم، تقدر تعمل سوايب من الكورنر كده وانت فاتح اي حاجه، عشان تعمل مثلا انا عايز ترسم حاجه على الشاشه اللي قدامك، في حاجه عجبتك وتسيف الصوره دي مباشره تبعتها لحد اذا عايز، او كمان ممكن تعمل كده وتعمل سنيبت لو عايز مثلا تاخد جزء كده من الشاشه دي تسيف الجزء ده، او تاخد تكست كوبي، او تعمل اي حاجه تبعتها لحد مباشره تاخدها سيف وما الى ذلك. حركه شفناها قبل كده بس حلو برضو انها موجوده هنا في النوتس. لو عايز ترسم اشكال، مجرد انك ترسم الشكل كده وتثبت ايدك بيتحول للشكل اللي انت رسمته، دايره، مثلث، اي حاجه كده، بيتظبط الشكل بدل ما انت تعذب نفسك. عايز تعمل دوائر صغيره، عايز تعمل نجمه مثلا، دي حركه لطيفه. اكسسوري ثانيه كمان لطيفه جدا للجهاز ده اسمها سمارت ماجنتيك كيبورد. هي بتيجي حاجه رفيعه جدا كده تشبكها على الظهر، تشبك كده ماجنتيك، بقى عندك دلوقتي حمايه للظهر، وعندك كمان كيك ستاند اقدر استخدم الجهاز كده سواء بالقلم، خلي القلم هنا ارسم بيه، او ممكن اوطي الليفل كمان عشان لو عايز ترسم بطريقه معينه ممكن تنزل كمان الليفل خالص اذا عايز. ومع الجزء ده كمان بيجي لك بقى كيبورد اسمها كيبورد، فبتقدر تشبك الكيبورد في ظهر الجهاز بالشكل ده، اوكي، وبقى عندك شبه لابتوب. اولا بص الشياكه، ده بصراحه شكله لطيف جدا. الكيبورد دي سمكار رفيع جدا، لكن ستيل عندك 1.5 مللي ترافل لكل الزراير، احساسك كيبورد حقيقيه فعليا، طبعا مش زي بتاعت لابتوب ولكن احساسك كويس جدا. سبيسنج ممتاز، والتراك باد هنا عملاقه. عندك 3 وضعيات، الوضعيه الاولى هي وضعيه اللابتوب فورم اللي هي احنا بنستخدمها دي، لكن اذا عايز كمان ممكن تفصل الجهاز كده، اوكي، كل حاجه ماجنتيك، تقدر ستيل تستخدم الكيبورد، هي ما زالت متوصله بالجهاز، تقدر تعمل بيها كل حاجه. لو حطه بعيد، فانت مثلا حطه على ترابيزه، اوكي، وعايز ده على حجرك مثلا، او حطه على حاجه بعيده عنك وتستخدم الكيبورد من بعيد، ستيل كونكتد، في هذا الشيء رفيع جدا، دي حركه لطيفه جدا. عايز تشبكها تاني ماجنتيك، تتشبك ويرجع تاني كل حاجه زي ما كان. وعلى فكره الكيبورد دلوقتي بتشحن وايرلس من التابلت، مش محتاج تشحنها بشكل منفصل، دي حاجه لطيفه جدا. وطبعا بعد ما تخلص شغل تقدر تقفل كل حاجه وتاخدها معاك بشكل متكامل، او اذا عايز كمان ممكن مش هتستخدم الكيبورد النهارده، ممكن تسيبها خالص وتستخدم التابلت في وضعيه الاستوديو فورم اللي قلنا عليها في الاول. عايز تميل بزاويه مختلفه، طبعا الفيس انلوك بيشتغل معاك هنا مباشره، وتقدر زي ما انت عايز. الناس الرسامين بقى والحاجات دي حاجات كده دقيقه، وزي ما شايفين السبورت مش سيء اطلاقا. انا شايف دي اكسسوري بصراحه ممتازه. وعلى فكره استخدامك للكيبورد بيديك ميزه تانية، تعتبر زي بوستر كده للسيجنال، يعني بتحسن لك الانتنه اللي موجوده عندك، فتديك مدى احسن للواي فاي عامه. اصلا حتى من غير كيبورد الواي فاي هنا صاروخي، وهو عامه استاذه في الحاجات دي، بس عندك انتنه متوزعه 360 درجه حوالين الجهاز عشان تلقط احسن واي فاي حتى لو الراوتر بعيد عنك. وزي ما شايفين السرعه صاروخيه هنا. وهو ما كلمتش كتير عن المواصفات الداخليه هنا، بس من شويه دعبسه كده هتعرف ان هو كيرين 9000 دبليو، يعتبر بروسيسور حديث. عندك 12 جيجا رام وذاكره داخليه 512 جيجا، والاداء هنا سريع جدا جدا. والسوفت وير فيه شويه تريكات وحركات كمان بتساعدك على برودكتيفيتي وانجاز اكتر. طبعا اكيد عندك الحاجات الاساسيه انك تبقى فاتح ابلكيشن وعايز تفتح معاها ابلكيشن ثانيه، بتسوايب من هنا تجيب اي ابلكيشن ثانيه انت عايزها تحطها في الجنب ده او في الجنب ده، وتعمل مالتي تاسكينج بشكل لطيف، تكبر وتصغر اي واحده فيهم زي ما انت عايز، وكل واحده فيهم طبعا شغاله، يعني تقدر
استخدم قلم هنا او اعمل اي حاجه هنا، الاثنين شغالين في نفس الوقت. وتقدر كمان تفتح فلوتنج ويندو اذا عايز مع الاثنين ابلكيشنز دول. نفتح مثلا الويذر زي ما شايفين بيفتح قدامك شغال فوق الحاجات دي وانتر اكتف. لكن لطيف كمان انك تقدر تعمل له ريسايز فري فورم، ممكن اخليه باي شكل واي حجم انا عايزه، مش مربوط بشكل معين. ممكن اخليه مستطيل كبير، عايز اخليه مستطيل صغير، عايز اخليه مربع، اعمل اللي انت عايزه فيه. دي حركه لطيفه جدا جدا ومش محكوم بواحده. ممكن افتح مثلا ابلكيشن تانية، افتح مثلا الفايلز. اوكي دلوقتي بقت مفتوحه قدامي كده، اقدر اجيبها يمين شمال وبرضه اكبرها اصغرها. كل حاجه من دول شغاله، يعني ده شغال، ده شغال، ده شغال، وده شغال، وكل الحاجات دي بتانتر اكت مع بعضيها. يعني مثلا الجاليري، اوكي عايز اخد صوره من الموجودين هنا، والصوره دي عايز اعمل لها دراج احطها في النوتس، مفيش اي مشكله، تقدر تعملها دراج وبقت موجوده في النوتس عندك هنا. كل الحاجات شغاله مع بعض كانه ويندوز نوعا ما. لطيف جدا الموضوع ده. ابلكيشنز الشغل موجوده عندك بشكل رسمي هنا، زوم واوفيس وما الى ذلك. وتقدر تنزل ابلكيشنز كتير موجوده من الاب جاليري. وفي جي بوكس كمان، انا نزلت حاجات جوجل هنا وحطيت الاكونت وشغال يوتيوب وكروم وجي بورد وكل الابلكيشنز بتاعت جوجل شغاله، ما عنديش مشاكل لحد دلوقتي اطلاقا، ما قابلتش اي مشكله في جوجل ابلكيشنز. في اجهزه هواوي دايما الناس بتسال على الموضوع ده، بس جي بوكس دلوقتي بيديك بلاي ستور اذا عايز، يعني ممكن تنزل اي ابلكيشن من البلاي ستور وتنزل الابلكيشن. ممكن حاجات ما تشتغلش، يمكن ما اعرفش، ما جربتش كل الحاجات، بس الحاجات اللي جربتها شغاله وما عنديش مشاكل معاها. طبعا كل الحاجات اللطيفه دي تبقى عايز تستخدم الجهاز فتره اطول، فعندك هنا بطاريه كبيره عملاقه رغم سمك الجهاز ده، عندك 10100 ملي امبير. هي بتستخدم تكنولوجيا جديده اسمها 2S سيريز باتريز، حاجه كده بتعلي الفولتج عشان تخلي الحجم اقل. انا مش فاهمها بالظبط بصراحه، بس ده الجيل الجديد من البطاريات، يعتبر بيديك كاباسيتي اعلى يمكن في حجم اصغر. وعلى فكره بيجي لك كمان شاحن سريع 88 واط جوه العلبه، مش عندك البطاريه من 0 ل 80% في حوالي 40 دقيقه. دي حاجه كويسه جدا على تابلت عامه، ومن 0 ل 100 في حوالي ساعه و5 دقائق. دي ارقام ممتازه. عندك كمان فيبر تشامبر اكبر بكتير من قبل كده عشان تاخد تبريد احسن، وانا ما حسيتش بحراره بصراحه. انا بستخدم الجهاز، وبصراحه دي قطعه هاردوير مذهله من هواوي وعامل شغل رهيب هنا تقريبا في كل الجوانب زي ما شفتوا. انا جهاز استمتعت جدا بتجربته، واي حد بيشوفه صراحه بينبهر. بص الجهاز عامل ازاي يا جماعه، شكله رهيب، الماسكه والشكل والشاشه كل حاجه هنا بصراحه خطيره. طبعا وفي كاميرات موجوده في الظهر وفي الوش هنا، يعني عندك كاميرات ما بستخدمهاش قوي في التابلت لكن موجوده الاجتماعات وما الى ذلك، كمان تصوير مستندات. وبصراحه جهاز ممتاز من هواوي، الهاردوير رهيب، وهارموني اس كمان كسوفت وير في حاجات جديده كتير قويه، وجي بوكس بيشتغل زي ما قلنا كمان. جهاز ممتاز صراحه. اذا عجبكم الفيديو اكيد ما تنسوش لايك العنيف، هسيب لكم لينك في صندوق الوصف تحت الفيديو لهذا الجهاز لو حابين تعرفوا عنه تفاصيل اكتر. وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان تكونوا معانا في كل الاجهزه الجديده الخطيره. وبس ما تنسوش كمان تابعوني على انستجرام فيسبوك تويتر. لو تحت الفيديو اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.